اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا يا شباب. انا دلوقتي على فكرة احنا كده في الكومنت انا كده على فكرة الحمد لله فعلت دلوقتي تسجيل اللايف. انا كده موصل بالكمبيوتر، والكمبيوتر دلوقتي بيسجل اللايف علشان في ناس قالت اسئلتها عايزة تعرف اجابتها بعدين. يعني في ناس ما بتلحقش اللايف وعايز تعرف اجابة الاسئلة بعدين، فكده الحمد لله اللايف بيتسجل على الكمبيوتر، هرفعه على اليوتيوب وانا مع حضراتكم هنا فيما يخص اللغة الألمانية. طبعا الناس عارفة ان احنا ميعادنا الساعة بما يعادل مصر الساعة 2، ألمانيا الساعة 1، ولكن والله بس كنت بظبط الجانب التقني لحل المشكلة دي. ده انا كويس، ممكن اشوف دلوقتي كمان من هنا او من هنا. ممتاز، كويس قوي قوي قوي. اوكي، ارجو بس ان ما حدش يكتب بقى، يعني الناس اللي بتخش اللايف بالغلط. طبعا مكتوب فوق احنا اللايف بتاعنا بيخص ايه، وده بيكون كل سبت. ما حدش بس يعني يبعت اي رساله غير لائقه، لان اللايف دلوقتي بيتسجل وهينزل على اليوتيوب، وده الكوميونتي مختلف خالص عن التيك توك. اوكي ماشي، في انتظار اسئله حضراتكم. استاذ فهد الكلاوي، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فهد بيه، اهلا بحضرتك. لو حضرتك ليك اي سؤال فيما يخص اللغه او الحياه في المانيا فمع حضرتك باذن الله تعالى. طالع النمسا ان شاء الله استاذ فهد. طيب استاذ فهد، انت بما انك رايح على النمسا فهنا ولسه ببدا الماني. طيب انا نصيحه مني ان حضرتك تبدا الماني نمساوي من البدايه. الاختلاف كبير جدا، فنصيحه مني انك تبدا الماني نمساوي من البدايه، ده افضل بكتير. ده افضل بكتير، لان انت خد بالك في المستوى المتقدم بي 1 او بيتس فاي، لا انت هتلاقي الوضع مختلف. يعني ايه اللي ظهر على دماغي ده؟ تريت ماين فان كلاب، ما علينا. هتلاقي حضرتك ان اللغه قدام اختلفت جامد. يعني ممكن لو انت سمعت حاجه بمستوى بيتس فاي او بي 2 في اللغه النمساويه او اللهجه النمساويه، انت ممكن ما تقدرش تفهمها بالالماني اصلا، فهتبقى دي مشكله. فنصيحه ابدا من الاول، ويعني تقدر ان انت بعدها ان شاء الله تكمل في اللكنه النمساويه. ده اعتقد هيكون افضل باذن الله تعالى. اعمل قسط. اعمل جيست ودخل ستات. والله ما ده اللي بينفع والله. ده اللي بينفع. لا بس الحمد لله انا مش بستهدف يعني فكره مشاهدات والكلام ده. احنا بس كان اللايف على اليوتيوب نقلناه على التيك توك للوصول لعدد اكبر، لكن مش فكره تدخل اي حد وخلاص. استاذ فادي بيقول الدرجه دي، ايوه ده صحيح. اللهجه النمساويه فيها اختلافات شديده، فده صحيح، في فرق كبير. استاذ يوسف بيقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم انا طالب في الصف الثالث الثانوي، اعمل ايه عشان اقدم في الجامعات الحكوميه؟ والله حضرتك انت بتشوف الجامعه نفسها متطلباتها ايه. يعني انت حضرتك بتحدد على اساس الدراسه بتاعتك. ماشي، هو فكره نوتيفيكيشن كتير قوي، انا مش عارف اللايف بدا وكل النوتيفيكيشن بدات، سبحان الله. انت حضرتك بتحدد الاول انت عايز تدرس ايه. عايز تدرس مثلا تخصص فلاني، ممتاز. بتشوف الجامعه وتشوف متطلباتها وتستوفي متطلباتها. يعني ايه بقى متطلباتها؟ يعني مثلا عايزين شهادات جامعيه ايه، عايزين مثلا ان انت تكون حاصل على ايه، الكلام ده كله بتجهزه كله تمام وتبعت للجامعه. السفاره مش دلوقتي خالص، تبعت للجامعه. الجامعه بقى قالت لك احنا موافقين، بتاخد الموافقه دي تطلع بيها على السفاره يطلع لك الفيزا. لان في ناس كتير جدا الترتيب ده بيلخبطها. الفيزا ايه متطلباتها؟ دي ا في ابسلون. طيب بص يا فندم، هو او ما اعرفش بصراحه الاكونت ده ولد او بنت. والله الفيزا انواع كتير، فانت تقصد اي فيزا ونتكلم ان شاء الله. استاذ فهد بيقول اقدر من على اليوتيوب اقدر ايه، اقدر اتعلم الماني على اليوتيوب؟ قصدك تتعلم الماني على اليوتيوب؟ للاسف لا. ولا ولا قصدك اللهجه النمساويه؟ لان استاذ حمزه بيكمل كلامك دلوقتي بيقول لك ازاي اتقن اللهجه النمساويه، فانت قصدك اللهجه النمساويه ولا قصدك اللغه الالمانيه عموما؟ عموما الا 1 اتسفاي او الاي 1 والاي 2 دول يا جماعه انت لازم عشان تتقنهم لازم تكون بتدرس مع مدرس لسبب بسيط جدا. اساسيات اللغه لو اتعلمتها غلط هتبقى مشكله، هتبقى مشكله كبيره. فحاول قدر الامكان ان انت الاساسيات تكون مع حد ياسسك، مدرس مدرسه، الكلام ده كله مفيش مشكله خالص. على فكره احنا توجهنا للتيك توك لان انا كنت بعمل كورس كامل والكورس ده بسببه قناه اليوتيوب الاولى اتحذفت. فانا اعتقد ان بسبب استخدام كتاب يعني بدون اذن الناشر. لكن التيك توك هجرب ان شاء الله، لو نجح الموضوع ده هعمل لك كورس كامل بحيث ما تحتاجش حتى تدرس مع حد، ولكن لازم حد يكون معاك في الكتاب في اول مستويين. يقول لك هنا المفروض تعمل كذا، ده تنطقه كذا، ده تتكلم فيه بشكل كذا. ده مهم جدا. استاذ شريف بيقول لي ايه رايك في الاوس بيلدونج؟ الاوس بيلدونج هو انت لو حصلت على الاوس بيلدونج ما حدش في المانيا يقدر يقول لك انك غير مؤهل للعمل في الوظيفه دي.
يعني وظيفتك مطلوب لها Ausbildung وأنت حصلت على الAusbildung، يبقى أنت كده 100% مؤهل للعمل في الوظيفة دي، ده أمر ممتاز. فأنا نصيحة مني يعني إن أنت لو جات لك فرصة في مجالك Ausbildung واتقبلت، توكل على الله، أحسن من الشغل. يعني أحسن من إن ييجي لك شغلة، لأن الشغلة ممكن تسيبها لا قدر الله وتبتدي تدور على شغل تاني، تفاجأ إنك عاوز Ausbildung بقى. لا، يبقى Ausbildung من الأول أحسن. اللغة عامةً لا يا أستاذ فهد، نصيحة، اللغة دراسة ذاتية، بلاش، بلاش، وخصوصًا الA1. تقدر الA1 والA2 إنك تاخدهم الاتنين مع بعض يا ريت، لكن يعني على الحد الأدنى يعني إن الA1 اللي هو الA1 اللي هو أول مرحلة تدرسها مع حد. ده يعني يعني شيء أنا شايف بصراحة إن هو مهم جدًا، جدًا. طيب DAVY بيقول لي سياحة برلين، الحساب البنكي موجود لكن بتاع والدي بادرس في تركيا حاليًا. طيب حضرتك عايز تطلع سياحة والحساب البنكي موجود، والموجود ده يعني موجود بتاع مين؟ بتاع حد ضامن. والدك هو أكيد ضامن ليك، فابعت أوراقك للسفارة أو تواصل مع السفارة، وإن شاء الله الفرصة كبيرة جدًا. أنت عايز تطلع سياحة والحساب البنكي موجود وحساب بنكي لوالدك، ووالدك مش مقيم في ألمانيا، يعني بالتالي أنت هترجع تاني، سواء بقى ترجع لمصر أو ترجع لتركيا، يعني ما فيش منهم خوف مثلًا إن أنت تهرب منهم في ألمانيا مثلًا، ما فيش الكلام ده. فأنا أعتقد إن ده أمر ممكن إن شاء الله. أنت ما تستناش. مثلًا أحمد شكري أو غير أحمد شكري أنت عايز تدرس معاه بس محتاج وقت، ما تستناش. الظروف بتتغيّر والقوانين بتتغيّر في ألمانيا، فنصيحة وقت ما تسمح الفرصة بالدراسة مع مُدرِّس 70% أحسن ما تستنى مُدرِّس ال100%. ده نصيحة يعني. أوكي، ماشي. البيطري في ألمانيا كويس، أنا دي ما أقدرش أفيدك فيها. يعني أنا اتعرّضت لما يخُص الطب البشري كتير، ودرس عندي أطباء بشريين كتير، أسنان برضه. البيطري ما أقدرش أفيدك فيها. يعني أنا لو قُلت لك دلوقتي حاجة هابقى مسؤول عنها. في فرصتك كويسة أو فرصتك مش كويسة، في الحالتين أنا أصبحت مسؤول عن المعلومة، وده أنا ما أقدرش إن أنا أأكده لك للأسف. أنت متواجد في النمسا؟ لأ، أنا كنت في برلين، قضيت هناك 6 سنين، أنا حاليًا دلوقتي متواجد في مصر. يعني فكرة وجود أطفال وكده، الحياة في ألمانيا مش أفضل حاجة للي عنده أطفال، فأنا حاليًا باتنقّل، ولكن أنا موجود دلوقتي باتكلم من مصر، لكن الاستقرار في ألمانيا بالنسبة لي أمر صعب. أستاذنا أنا نعرف تقرأ الإنجليزي بس مش فاهم معنى الجملة. طيب في اللغة الإنجليزية واللغة الألمانية يا أستاذ مهدي، هو نفس المنطق بالضبط. أنت بتعرف تقرأ الجملة وما بتعرفش تفهمها، يبقى عندك مشكلة من 2، يا إما في الثروة اللغوية، يعني أنت الكلمات نفسها ككلمات منفردة فيها مشكلة، ما عندكش ثروة لغوية كافية، أو إن أنت حضرتك القواعد بتاعة الجملة، أنت فاهم كل كلمة، بس الجملة بالكامل أنت مش عارف هي عايزة تقول لك إيه. ده ينطبق على الألماني وينطبق على الإنجليزي. أوكي، ماشي. نشوف اللي بعده. أستاذ محمد وصل أهو، السلام عليكم أستاذ محمد، الحمد لله على السلامة يا فندم. أستاذ فهد بيقول سؤال: أنا معايا الجنسية النمساوية، هل العمل بعد تعلم اللغة في النمسا ولا ألمانيا أحسن؟ والله بص، ألمانيا المنافسة فيها كبيرة جدًا، بس في نفس الوقت هي دولة كبيرة. يعني ألمانيا بتتكلم مثلًا في عدد بالملايين من السكان، أعتقد 90 مليون أو حاجة كده. النمسا 9 مليون، ففرصة إنك تلاقي عمل في النمسا مش كبيرة، ولكن مع ذلك المنافسة مش كتيرة، لأن مش كتير بيتعلم اللكنة. ألمانيا بقى البلد كبيرة ولكن المنافسة كتيرة، لأنهم بيتكلموا اللغة اللي هي الstandard. فبالتالي هتبقى هنا مشكلة إن أنت منافسينك كتير جدًا، يعني الأوكران مثلًا هجموا على ألمانيا بشكل كبير جدًا بعد الحرب. فكل واحدة ليها ميزة وليها عيب، ولكن أهل النمسا أفضل. أهل النمسا أفضل من أهل ألمانيا، أهل ألمانيا صعبين شوية، إلا لو أنت بقى في الغرب وجنوب غرب، دول ممكن يكونوا كويسين، غير كده بيبقى صعب. أستاذ بهاء بيقول ممكن أوصل B2 في خلال 3 شهور، 6 شهور آسف، 6 شهور. والله في عوامل كتيرة جدًا يتوقف عليها الأمر ده يا أستاذ بهاء. أنا عملت فيديو اسمه الإطار الزمني للغة، أعتقد مرفوع على التيك توك كمان. أنا رفعته، هو مرفوع من زمان على اليوتيوب، لكن على التيك توك أعتقد هتلاقيه، الإطار الزمني للغة، لإن في مجموعة من العوامل كتير بتحدد النقطة دي. فنصيحة، نصيحة، شوف الفيديو، لإن أنا دلوقتي لو كلمتك أنا هيفتح معايا الموضوع في كلام كتير جدًا. شوف الفيديو، لإن أنا باقول فيه على أساس إيه يبقى وقت المناسب بالنسبة لك إيه. من ضمن العوامل مثلًا اللي قُلتها، تعرف كام لغة؟ لو واحد أول مرّة يتعرّض للغة من اللغات الغربية، هياخد ضِعف الوقت أو 3 أضعاف الوقت
مقارنة بواحد تاني مثلًا ما بيعرفش أضعاف اللغة، أو ما بيعرفش أكتر من لغة، آسف، يعني مثلًا واحد يعرف عربي بس، غير واحد يعرف عربي، إنجليزي، فرنساوي، أكيد مختلف. أوكي، والله أنا عايز أعمل فيديو يا أستاذ فهد عن موضوع النمسا وألمانيا ده. النمسا أنا معلوماتي عنها بشكل أساسي هو من ناس من الأسرة، يعني ناس من قرايبنا موجودين هناك مخلفين وعايشين بقى لهم فوق 42 سنة. فألمانيا لأ، أنا عِشت فيها بنفسي وشُفت، فممكن أحاول إن أنا أقارن لحضرتك ده بده في فيديو مفصل بإذن الله. أستاذ عبد الله، بالنسبة ليك إيه أفضل، أكمّل لغة بالكويت والّا بألمانيا؟ أنا مساء eins، كمّل في الكويت، كمّل في الكويت يا أستاذ عبد الله. هو في حاجة ظهر لي، في كيكة، أنا مرّة حد لبّسني كده حاجة على دماغي، ما أعرفش طلعت كده زي صورة fan club كده وحاجة غريبة، ودلوقتي في كيكة رايحة جاية في الشاشة، أنا مش فاهم ده إيه بالضبط، ما أعرفش. المهم، أستاذ عبد الله، الألماني في ألمانيا مش مطلوب بس للدراسة، مش مطلوب بس نقدر نقول للشغل، مطلوب للحياة. أنت علشان ما تدخلش في مشاكل كتيرة مع الألمان. أنا عايز أقول لك أنا رايح ألمانيا لمّا رُحت، أنا كان بقى لي قبلها 8 سنين أهي الكيكة جات تاني. يا أستاذ فهد، يا أستاذ فهد، أنا عامل دايت والدكتور قال لي لازم تخس، خِف عليّا الكيك شوية الله يبارك لك. أنت بتاكل الكيك إزاي؟ هو أنت بتاكل الكيك إزاي عندنا؟ يعني بتاكله أنت عندك؟ إمم، stufe 2 erreicht، أنا مش فاهم في حاجة بتطلع. أوكي، hat geschenkt. أنت تبعت لي كيك؟ أنت الدكتور مسلطك عليّا تختبرني وتختبر أعصابي. الله يجزيك خير، أنا نفسي في قطعة والله. يا راجل عشان أرجع بس لسؤال أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، أنا رُحت ألمانيا وأنا بقى لي 8 سنين قبلها بادرس للكبار، ومع ذلك الأمر ما سلمش من مشاكل. بدون ألماني في ألمانيا صدّقني والله ممكن تُقع في مشاكل. فنصيحة، أنت A1 اوصل B2 وسافر ألمانيا. ده لازم تكون مُدرك لقوانين البلد والسيستم بتاعها كويس جدًا عشان ما تُقعش في مخالفات. طيب، ماشي، ده سؤال السيد فهد. الله يجزيك خير يا أستاذ فهد والله، الله يجزيك خير. أنت عامل لي مجال في الlive، الله يجزيك خير. ديبر بيقول أنا في هندسة، ليّا فرص برّه. أيوه يا ديبر، والهندسة أغلب مجالاتها، ما أقدرش أدعي إن كل مجالاتها، أغلب مجالات الهندسة في ألمانيا ليها فرصة كويسة جدًا، جدًا. د د د د وديبر بيقول الكويت بالنسبة لي، أعتقد بيرد على سؤال السيد عبد الله. بيقول الكويت بالنسبة لي. أوكي. طيب، في واحد اسمه مش هينفع يتقال بيقول أتحداك تقول 55 بالألماني فأنا مش عارف بيتحدى إيه، فخلّينا نعمل فلتر للكومنتارة. أيوه، لإن طبعًا ده اسم ما ينفعش إن هو يظهر تمامًا. أستاذ رفعت بدر، أهلًا بيك يا فندم، أهلًا بحضرتك يا فندم، أهلًا بحضرتك. لأ، خلّينا نعمل له بقى حظر من الlive. أيوه، لإن الاسم ده ما ينفعش إن هو يظهر خالص، عيب الكلام ده. أوكي، ماشي. طيب، إحنا نرجع بس شوية عشان هو كده نزّلني على آخر كومنتار. ثواني ناخدهم كده. أوكي. ده وصل تعليقات كتيرة أوي بس أغلبها متكرر. ثواني يا جماعة نرجع لآخر تعليق وصلنا له طيب. ماشي. كنا وصلنا لحد هنا. أيوه، الأستاذ رفعت. أستاذ عبد الله بيقول شلون يعني؟ أعتقد هو كان بيقول لك إن موضوع الكويت أفضل. أستاذ رفعت بيقول أنا لو جاي سياحة هاعرف أعدّل وضع الإقامة؟ لأ. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة يا أستاذ رفعت والله. أنا آسف إن أنا أقول لك كده، بس حقيقي الموضوع فعلًا صعب، صعب، صعب. يعني نصيحة لوجه الله، أنت تعالَ من الأول بالفيزا اللي أنت ناوي تقعد بيها، لإن اختلاف هدف الإقامة ممكن يخلّيك black list في السفارة. والله نصيحة أخوية بلاش، نصيحة أخوية بلاش. هل لازم الحساب البنكي يكون كله موجود في البنك والّا ممكن نُصّه؟ والله يا أستاذ حمزة حسب علمي أنت بتعمل حساب بنكي مُغلق في ألمانيا على حسب مدة الفيزا. يعني أنا لمّا طلعت بحث عن عمل ودي كانت 6 شهور، فاتطلب مني ما يعادل 6 شهور. خُد بالك من دي. يعني هي على حسب أنت اللي مطلوب منك كام شهر بيتحدد مبلغ، المبلغ ده لازم يكون في الحساب المُغلق. ماشي أوكي. طيب، عندنا هنا جعفر أمجد بيقول: "Hallo mein Name ist Ja'far.
Ich komme aus dem Irak, bin 26 Jahre alt und spreche Deutsch. Und du? والله يا أستاذ جعفر ده أنا عندي موقع كامل خاص بيا للتعريف يعني. ف... فأنا يعني مش هتبقى حلو إن أنا أتكلم عن نفسي في اللايف دلوقتي. سونيك und نبيل، أنا متزوج أوكرانية وحاليا في أوكرانيا، هل أقدر أدخل الألمانيا بالتأشيرة؟ أنت ما أعتقدش إن أنت هتنزل من ضمن اللي مصنفين كلجوء بسبب الحرب في أوكرانيا. لان انت حضرتك من كلامك اعتقد مصري، هيقول لك ارجع مصر. زوجتك تخش المانيا، لكن انت ممكن يقول لك ارجع مصر. بص، اسال بس بحساب مش حسابك، يعني ابعت من ايميل مش ايميلك، وما تديش معلومات، ابعت للسفاره. لو قالوا لك لا تمام، يبقى انت كده خلاص عرفت. لكن ليه ما تبعتش من بياناتك؟ عشان ما تجيش بعدين تقدم على فيزا ثانيه يقول لك فاكر لما كنت عايز تدخل المانيا باي شكل كلاجئ من اوكرانيا؟ يبقى انت ابعت من ايميل مش نقدر نقول بالايميل الخاص بيك عشان ما حدش يعرف. يا جماعه سيبوكوا بقى من المهرجه بقى، سيبوكوا من المهرجه بقى، خلاص مشي المهرجه. توينز ايجيبت، لو مبرمج طبعا كل مجالات البرمجه عليها اقبال شديد جدا 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 فيما يخص موضوع المانيا. يعني البرمجه مطلوبه جدا في المانيا، ده على حد علمي. انا 99% من طلابي اصلا حاليا مهندسين برمجه. اريد ادرس طب، شنو مطلوب اوراق وشروط القبول؟ سوينج دعاء. بص يا فندم، هو المطلوب المطلوب انك تدرس طب في المانيا هو التواصل مع جامعه تدي لك قبول جامعي. يعني الجامعه او تدي لك، انا ما اعرفش طبعا الاكونت ده ولد او بنت، يدي لك او يدي لك قبول جامعي، تبقى انت عرفت منه عن طريقه انا دلوقتي مطلوب مني كذا 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 كذا. خلاص الجامعه الفلانيه مثلا جامعه هامبورغ، جامعه مثلا هومبولت اونيفرسيتي في برلين الى اخره، مطلوب كذا، اتفضلوا الاوراق، اديتني قبول اروح بيه للسفاره. هو ده الترتيب. على فكره اللايف بيتسجل، ممكن ده سبب اللي عامل تقطيع شويه. انا بسجل اللايف على الكمبيوتر، انا عامل زي اللي هو الشير سكرين دلوقتي، فبالتالي ده كله ان شاء الله هتلاقيه موجود باذن الله على اليوتيوب، وهرفعه لكم على التيك توك برضو بعدها، بحيث اللي عايز يشوف اجابات الاسئله دي. طيب ماشي ماشي ماشي، دي كلها الحاجات المتكرره. ايتن نادر، استاذه ايتن بتقول السفر لالمانيا بيحتاج كام؟ بيحتاج حسب الفيزا. يعني الفيزا لو سنه يبقى اعتقد 11,000 يورو وديعه بنكيه مغلقه، نضيف عليهم 1000 يورو اوراق واجراءات، يعني 12,000 يورو. ده اخر ابديت عندي. لو الفيزا 6 شهور مثلا بحث عن عمل، لو 6 شهور لا ده كده وضع مختلف، يبقى هننزل النص مثلا. طب لو عمل وجالي عقد عمل، يبقى مفيش اصلا غير مصاريفي، ولا وديعه بنكيه ولا اي حاجه. الشركه قالت انا عايز استاذه ايتن مثلا تيجي تشتغل معانا، خلاص في الحاله دي عقد العمل هيوصل لحضرتك يطلع بيه الفيزا من غير اي وديعه بنكيه ولا اي حاجه. اوكي ماشي ماشي ماشي، نشوف اللي بعده نشوف اللي بعده. نورك يا استاذ محمد، الله يجزيك خير ويبارك فيك. ريال مدريد بيقول مين كان رئيس المانيا 1939؟ 39 ده الحرب العالميه يا ابني، ده عمه هتلر. آه سم كو هوستنج. طب معلش يا راشد، هي الفكره دلوقتي راشد بس عايز يدخل معانا في اللايف. المشكله يا راشد والله ان بعد 11 دقيقه انا لازم اكون في لايف الاعضاء على اليوتيوب، فما اعتقدش ان الوقت هيسمح والله يا صديقي. معلش بس نخليها، انا اسف ان انا جيت النهارده متاخر اصلا، عشان كنت بس بظبط موضوع تسجيل اللايف على الكمبيوتر، والله انا اعتذر جدا. نخليها مره تانية يا راشد. والله اقول لك يا راشد اللايف الجاي يعني لو دخلت والله هدخلك معايا، بتكلم بجد والله. كينج بيقول بفضل الله بفضل الله ومجهود حضرتك طبعا، بعد فضل الله مجهود حضرتك نجحت في الشغايبن والاشبريشن، ساعدتني كتير في المنهجيه، والله ده شيء يشرفني يا كينج، والله شيء يشرفني يا حبيبي. الله يجزيك خير ويبارك فيك، الله يجزيك كل خير ويبارك فيك، تسلم حبيبي. وده شيء جميل الحمد لله، الف الف مبروك، وان شاء الله دايما بالنجاح والتوفيق والله. استاذ فهد بيقول صح عندك حق، اعتقد ده فيما يخص موضوع تعلم اللغه ده او الاطار الزمني، صح. ماشي. رئيس المانيا ما اعرفش ريال مدريد مصر يعرف اسم هتلر ليه؟ لا 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 لا. هو ما كانش الرئيس على فكره، بس للعلم يعني هو كان المستشار الالماني. النظام في المانيا مختلف نوعا ما، بس ما اعتقدش ساعتها كان في رئاسه، لا ده كان الغايخ. اعتقد كان هو اعتقد كان هو، ما كانش النظام اللي هو المستشارين، بس لا هو كان اسمه الغايش كانسلا برضو. اسم هتلر كان الغايش كانسلا، المستشار الالماني، بس للنظام الرايخ اللي هو انتهى بسقوط المانيا في الحرب العالميه.
طيب أستاذة نورهان عثمان بتقول لأ طبعًا، معلش بس أستاذة نورهان لا تفكّريني لأ طبعًا على إيه؟ أستاذ أبرام إزاي ممكن أسافر وأتعلّم لغة؟ ممكن شرح منّك تسافر وبتتعلّم لغة يبقى أنت عندك سياحة، لا قدّر الله، لا قدّر الله علاج، دراسة، هم دول، هم دول. أمّا أو عمل باللغة الإنجليزية، الناس بتوع الIT في ناس كتير بتبقى شركاتهم مثلًا شركات international فبالتالي هو بيتكلّم باللغة الإنجليزية في الشغل بكل حاجة وعقد العمل مكتوب فيه نصًا إن هو غير مطالب بمعرفة اللغة الألمانية. في الحالة دي أقول لك هو ساعتها ممكن يسافر ويتعلّم هناك بقى اللغة الألمانية. دي أنواع الفيزا تقريبًا على حد علمي يعني، اللي هي تسمح لك إن أنت تروح وتتعلّم اللغة. في نوع تاني بس مش للعرب اللي هو الau pair ده بيبقى واحد بيطلع استضافة مع عيلة، يعني بيعيش مع عيلة يساعدهم في تربية أولادهم وياخد مصروف ويدفعوا له كورس اللغة، يعني هو بيعيش معاهم كفرد عيلة ويساعد في تربية الأولاد والشغل المنزلي. طيب أدرس طِب بيتس فاي 6 شهور. أستاذة نورهان بتقول البيتس فاي 6 شهور، لأ طبعًا. والله ممكن يا أستاذة نورهان بس حالات محدودة أوي، ممكن، بس حالات نادرة أوي. ناس تعرف لغات كتير وناس متعودة على الدراسة الأكاديمية والجراماتيك. أوكي، في حد صورة بيت ما أعرفش صورة بيت ده أو صورة هدية، أنا مسافر بريطانيا تحديدًا ليفربول. مرّة حلوين، أهلها والمدينة حلوة جدًا وكل الخدمات متوفرة عندهم، ماشي، بس خُد بال حضرتك إن المقياس بيكون العمل في المقام الأول. أنت لو مش هتعرف تموِّل إقامتك في أوروبا النهارده بعد الغلا اللي هو فيه، يعني مثلًا أنا لمّا سِبت ألمانيا كان الساندويتش اللي هو الدونر اللي عامل زي الشاورما كده عندنا، ده كان عامل 3€ في برلين، كنت باشتريه 3€ لو مكان نضيف 4€. أنا طلابي دلوقتي باعتين لي صورة وصل يا جماعة 10€ و11€. فبالتالي في حالة برضه من الغلا ضربت أوروبا بشكل كبير. يعني أنت لو مسافر مكان ركّز تعرف تشتغل فيه وتجيب منه دخل والّا لأ. أوكي، ماشي، 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 متزوج أوكرانية ده كله ماشي. نسافر النمسا إزاي؟ والله يا أستاذة نورهان أنا يعني تجاربي كلها تخُص ألمانيا. مش النمسا، يعني ما أقدرش أفيد بقى في النقطة دي بالتحديد، ممكن عندي معلومة بس مش أكيدة، فمشاركتها هتبقى نوع يعني ضرب من ضروب الهبد. ريال مدريد بيقول هتلر احتل كام دولة في أوروبا؟ طب بُص أنا هادّي لك رقم هتلر اتصل عليه وهو بُص يقول لك كل حاجة، عشان أنت مهتم بيه أوي يعني أكتر من اهتمامك حتى باللغة يعني، فهو ممكن يساعدك في ده. السوداني أنا طالب تمريض، ليه بدري تالتة؟ أتعلم اللغة حالًا، طب ليه بدري ما فهمتهاش؟ أنا طالب تمريض، طب تالتة أتعلم اللغة. بُص هو التمريض في ألمانيا مطلوب جدًا، جدًا. عايز تتعلم اللغة ابدأ فورًا، لإن خُد بالك مجال التمريض أنت بتتعامل مع مرضى بشكل مباشر، ما فيش فرصة للانتظار، يعني بمعنى أصح إن واحد مريض بيقول لك أنا باتوجّع، مش تقول له بقى إيه könnten Sie das bitte noch mal sagen هيقوم ضاربك باللي في إيده، هو مريض وبيتوجّع، الكلام ده في الشارع ممكن، قُل معلش حضرتك مرّة تانية، قُل لي كده أنت قُلت إيه، معلش ما فهمتكش، لكن مش في مجال التمريض، فابدأ لغة من دلوقتي فورًا، لإن اللغة مطلوبة في مجال التمريض بلا أخطاء، بجودة عالية جدًا، لكن المجال نفسه مطلوب، يعني بعدها هتلاقي شغل بسهولة جدًا إن شاء الله. طيب ممكن تنصحني أستاذة آمال يوسف، ممكن تنصحني بأقرب الطرق اللي أقدر أجهّز ابني بيها للدراسة في جامعة في ألمانيا، إحنا في الإمارات. اللغة الألمانية، اللغة الألمانية، اللغة الألمانية. ليه؟ لإن أغلب الجامعات هتشترط مستوى C1 ده مستوى عالي جدًا، مستوى أكاديمي قوي جدًا، بس هم عارفين إن الحصول عليه برّه ألمانيا صعب، فبيسمحوا له بدخول ألمانيا بالBates-2 أو الB2 ولمّا يدخل هناك بياخد اللغة عندهم لحد الC1 وبعد كده يقدر إن هو يدرس الدراسة الجامعية المنتظمة. يبقى الدرجات بتاعة المدرسة تكون كويسة طبعًا، واللغة الألمانية، اللغة الألمانية هي المقام الأول. طيب أدرس طِب ماشي، نسافر النمسا إزاي؟ هو أعتقد التيك توك بيعيد الأسئلة، طب كويس عشان الكومنتاغة أصلًا وصلت 100 فبالتالي ما كناش هنقدر نرُد على ده كُلّه، لكن في منهم كتير متكرر. مين كان رئيس ألمانيا تنصحني بأقرب مش عارف إيه، مسافر بريطانيا، ده كُلّه جاوبناه، طيب ماشي، 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 ده كُلّه جاوبناه. أستاذ أحمد بيقول عاوز آجي بعد تالتة ثانوي دراسة أدرس Ausbildung والّا أدخل جامعة بعد تالتة ثانوي؟ لأ، أنت هتدرس Ausbildung إزاي؟ ما ينفعش Ausbildung بعد تالتة جامعة لأ، أنت تدخل جامعة أفضل لك، بعد تالتة ثانوي آسف، تدخل جامعة طبعًا. أنت عايز تعمل Ausbildung أصل الAusbildung اللي مش هيدخّلك جامعة هو Ausbildung مثلًا واحد نقّاش، دهان، نجّار، حداد، وده بتدخل له حاجة عندهم اسمها Berufsschule.
المدرسة المهنية، يعني بعد تالتة ثانوي لأ، ادخل جامعة. أستاذ فهري بيقول أيوه أنا بعت الكيك. والله يعني جميلة من إيدك والله يا أستاذ فهد، الله يجزيك خير، جميلة من إيدك يا فندم والله. أريد أن أدرس. ماشي ماشي ماشي. يبقى هو التيك توك هو اللي بيكرر الأسئلة. طيب تضحك عليا يا عم فهد، تضحك عليا؟ امال انت فاكر انا بطلع لايف بالنص الفوقاني بس ليه يا راجل؟ ده الواحد وزنه ضرب خالص. لو هتعلم الماني من الصفر وعايز اوصل للسي 1 اوصله في قد ايه لو سمحت استاذ عبد الله؟ ده موضوع واسع وكبير وفيه عوامل كتير بتلعب دور. ف... فالفكره ان هنا انا انصح بمشاهده فيديو انا كنت عامله، ما اعرفش، انا هحاول بعد كده اطلع تيك توك يعني اللايف من الكمبيوتر عشان اقدر ابعت لكم لينكات، اقدر اعلق حتى بلينك. انا عامل فيديو اسمه الاطار الزمني للدراسه. اقول لك حاجه، اكتب على يوتيوب او على تيك توك الاطار الزمني للدراسه احمد شكري، فيديو طويل بتكلم فيه على حسب ايه هتحتاج مده قد ايه عشان توصل لاي مستوى. طب اقول لكم حاجه عشان برضو ما نجاوبش دلوقتي الكومنتاره بتاعت ناس ممكن يكونوا مثلا قفلوا او حاجه برغم ان انا شايف ان كله موجود. احنا ناخد بقى اخر كومنتاره بس، لا استنى كده، ننزل على اخر كومنتاره. ايوه، تنصحني اخد السنه التحضيريه في المانيا ولا اخد سنه جامعه ببلدي وبعدين اجي المانيا؟ استاذ رضا، خد التحضيريه في المانيا، خلي اوراقك كلها متسقه، خلي اوراقك كلها متسقه، ده افضل بكتير جدا جدا، بدل ما تاخد سنه هنا وتروح تعادل هناك والكلام ده كله. انا نزلت يا جماعه على اخر تعليقات علشان بس ايه، احنا باقي 3 دقايق نجاوب اخر تعليقات، ناس موجوده اكيد وسامعه الاجابه اكيد، ده افضل من اجابه كومنتاغا، يعني عشان باقي 100 تعليق انا مش هلحق ارد عليهم كلهم. اوكي ماشي، احنا معانا دلوقتي مثلا نقول دقيقتين عشان يبقى بس دقيقه الحق اسويتش على اللايف بتاع اليوتيوب. طب نرجع كده قبل شويه، انا عندي امتحان الماني الاسبوع الجاي اعمل ايه؟ استاذ انس، استاذ انس الماني الاسبوع الجاي انت ما عندكش حاجه تعملها غير انك تحل امتحانات خالص. بص، حد يقول لك ارجع الكتاب، اسمع يوتيوب دلوقتي، حل نماذج، شوف نماذج تخص الامتحان بتاعك وحل عليها، ما عندكش امكانيه تانية. طب نرجع كده شويه. دكتور احمد الهواري، اهلا بحضرتك يا دكتور. انا معايا حقوق من مصر وعرفت ان علشان امارس المحاماه هناك لازم ثانويه من المانيا كمان ادرس كليه هناك. والله يؤسفني اشد الاسف اقول لحضرتك في خلاف في النظام القانوني الحقوقي ما بين المانيا وما بين مصر بشكل كبير. انا طبعا مش متخصص بس اللي اسمعه ان مصر طبعا للقانون الفرنسي او نظام فرنسي، المانيا مختلفه، وده اللي بيخلي معادله المحاماه في المانيا امر صعب جدا. ده حقيقي، يعني فكره انك تدرس، يقول لك تدرس هناك، ده متوقع ان هو فعلا يكون سبب يمنع العمل هناك بشكل سريع. طيب ازاي انمي، استاذ محمد ازاي انمي مهاره التحدث؟ انا مستوى سيفاي، ازاي انمي مهاره التحدث والترجمه؟ استاذ محمد دور، اكتب كده تحسين الشامل للغه احمد شكري، ده انا عامل فيديو، بص يعني زي ما بيقولوا كده على التيك توك برضو لوز العنب، فيديو طويل اعتقد 45 دقيقه نصايحي لتحسين كل مهاره من مهارات اللغه، لان السؤال ده كان بيجي كتير جدا من 2018 من ساعه ما طلعنا لايف على اليوتيوب، بيجي كل مره، فعشان كده وجه النهارده اهو شفت، فانا عامل له فيديو مخصص، شوفه وقول لي لو عندك اي سؤال. استاذ انس بيقول بس مش هتعلمها كلغه احسن ما اتعلمها ككتابه؟ الاثنين هو انت ما اصل خد بالك شغل البحاره البرتغاليين ايام الغزاة ده اللي هو اتكلم لغه وما اعرفش اكتبها، ده احنا ما نعرفش نعمله، هم كانوا يعرفوا كده، انت ما تعرفش تعمل كده، ما تعرفش تتكلم لغه من غير ما تكون بتعرف تكتبها، مش هتعرف تربط الجمل مع بعض، الاثنين يا فندم لازم تعرف تتكلم وتكتب وتسمع وتفهم كله. استاذ سلمى لو سمحت، هل بتعلم الماني وعايز اسافر وانا خريجه خدمه اجتماعيه، ليا شغل هناك ولا اعمل اوس بيلدونج تمريض؟ طيب هو اوس بيلدونج تمريض اقدم عليه ازاي؟ انت حضرتك لو هناك في المانيا اقول لك ماشي هتروحي تقدمي لان الفيزا مش عائق في الوسط، لكن النهارده انا خدمه اجتماعيه واروح اقول للسفاره انا عايز اقدم على اوس بيلدونج كمثلا تمريض، السفاره تقول لي ليه؟ ازاي؟ مؤهلاتك ايه؟ فده هيبقى هنا شويه مشكله، فانا رايي ان حضرتك تشوفي مجالات العمل اللي تخص مؤهلك ونقدم عليها، نطلع المانيا وهناك بقى براحتك، مش هتغيري فيزا، ما تغيريش فيزا بس تغيري مجال العمل، ده ممكن. صحيح بقى هيعدي الموضوع على الاجنتوفا ابايت وكاله العمل الاتحاديه وهيشوف بقى هل ده مناسب ولا لا، كل ده كلام وارد، لكن اهم حاجه ما يرجعنيش للسفاره، ده اهم شيء. طيب رحومه بتقول طب لو اتعلم ايطالي ايه افضل طريقه اتعلم بيها اللغه في اقل وقت؟ والله يا رحومه ايميليو لافوراري كي بارلاري، ده اللي اعرفه، يعني الشغل افضل من الكلام،
أفضل شيء عشان أتعلم اللغة تطبيقها بشكل مباشر، إني أنا بشكل مباشر أفضل أطبّق في اللغة تطبيق يومي. أنا بالنسبة لي باقول لطلابي ألمن حياتك، موبايلك ألماني، الكمبيوتر ألماني، الويندوز ألماني، الجهاز ألماني عندك، لو بتتفرّج على مسلسل هات الألماني منّه، حضرتِك اعملي كده في الإيطالي. طيب نُقط، بادرس كلية سياحة في مصر، هاعرف أسافر وأشتغل هناك في المجال ده واللغة كويسة. كلية سياحة بُص يا فندم، أنا ما عنديش معلومات المجالات في ألمانيا اللي ممكن تشتغل فيها في ده، يعني كلية سياحة في مصر، أنت دلوقتي بتدرس حاجات تخُص مصر، يعني يعني معلومات عن مصر الكلام ده كلّه، فده إيه مقابله في ألمانيا؟ دي والله يفيدك حد في المجال، حد في المجال يقدر يفيدك في دي، لكن أنا ما عنديش والله معلومات، ولإنك عميل فودافون مميز الساعة جات 15:00 اتأخرت على اللايف يا جماعة. أحسن هير في مصر. طيب ليّا متابعين داخل العيلة أهُم كمان طيب ماشي، ماشي. لأ أنا هاتصل بقى أرُد على التعليق ده بالاتصال بقى، أنا هارُد على التعليق ده بالاتصال. يعني لو حقوق ما اتعلمش ألماني، مو بيقول لو حقوق ما اتعلمش ألماني مش عارف، مش عايز أقول لك لأ. مش عايز أقول لك لأ، بس في نفس الوقت قيّم فرصك بشكل أفضل، اجمع معلومات وقيّم فرصك بشكل أفضل، ده نصيحة مني، قيّم فرصك بشكل أفضل. طيب يوسف بيقول wie geht es Ihnen? Es geht mir gut الحمد لله، الحمد لله يا فندم، الحمد لله hoffentlich geht es Ihnen auch gut. أستاذ محمد طيب شكرًا يا أستاذ محمد، كده خلاص أنا اتأخرت جدًا، والناس اللي على اليوتيوب هيقول لك ده راجل مش ملتزم في مواعيده، فمعلش أنا كده هاقفل اللايف وإن شاء الله هاطلع في وسط الأسبوع، بما إن في ده يعني كثافة الأسئلة اللي بتيجي، لأ أنا كده هاطلع في وسط الأسبوع، بس ميعادنا الثابت الساعة 14:00 ده ثابت إن شاء الله تعالى. نلتقي بإذن الله في أقرب فرصة، وإن لم يكن يبقى السبت الساعة 14:00 بتوقيت مصر، 13:00 بتوقيت ألمانيا، بإذن الله نكون مع بعض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.